هاي كانت كمان واحدة من الأشياء اللي خلتني أحذف الفيديو، يعني إنه كمان صار الموضوع سياسي، الفيديو صار سياسي أكثر منه. أنا رحت على السوق وسألت الناس، يعني بالنهاية أنا لما أروح على أي مكان في العالم بدي أحكي مع السكان المحليين. شو رأيكم بالحدود؟ شو رأيكم هاي الأكلات من وين؟ أنا هيك بسأل عادي. فلما سألت واحد من اللي جاوبني قال لي إنه إحنا بنجيب البهارات هاي أو بنجيب هاي من المغرب. فهون كمان هاي نقطة ثانية كان زعلتهم، إنه إحنا ما بنجيب أشياء من المغرب، هاي مش من المغرب، لا من الجزائر. ففي كمان قتال طلع بينهم على ثقافة. أنت ما كنت تدري؟ أنا ما كنت أدري، أو كان عندي فكرة إنه أوكي هم السبب، الخلافات هاي خارجية يعني. بس أنا ما كنت أعرف إنه الموضوع معقد لهالدرجة. يعني أنا لما عملت الفيديو صورته وعدلته بعته للجزائريين وبعته للمغاربة. الشباب اللي كانوا معي كلهم بعت لهم الفيديو اللي حولك. نعم. وفي واحد صانع محتوى مشهور جدا يعني بالجزائر، يعني شاف الفيديو وأعطاني الموافقة عليه. الفيديو ما عليه ولا إشي، يعني فيديو حبي هيك، واحد جاي من برا يفرج الثقافة. بس هذا الفيديو أول ما نزل خلال 3 ساعات، مع أنه أجا عليه دعم كثير، وصل بجو 700,000، وصل 70,000 لايك ب7 ساعات. 3 ساعات. 3 ساعات عفوا. وعلى طول الفيديو راح على تويتر، صار على تويتر إنه سياسي، وصاروا اللي معي بالفيديو انضروا. أنا ليش حذفته لأنه اللي معي بالفيديو انضروا، صاروا يحكوا معي. إحنا طلعنا بالفيديو، والضيوف اللي كانوا معي بالفيديو صاروا ينضروا. واحد بيقول لي احذف كل المحادثة بيني وبينك. قلت الموضوع كبير جدا. السفير في الإمارات كمان حكى معي، قال لي احنا اعطيناك الفيزا وثقنا فيك، انت ليش عملت هيك؟ قلت انا ايش عملت؟ طيب انت قولوا لي ايش عملت. قال لا، هذا الفيديو موجه كأنه سياسي رايح. بالنهاية انا شفت انه الجمهور حبوا الفيديو، ولكن بتعرف في فئة سياسية